انا عارف اللحظه دي كويس. انت لسه مخلص ريسيرش وعملت اليوزر بيرسوناز وكمان عملت اليوزر جيرني مابس ومعاك لسته طولها مترين مليانه مشاكل، ودلوقتي قاعد قدام فيجما بقالك ساعتين ثلاثه ومش عارف تبدا منين. فقررت ان انت تروح تتغذى بصريا على دريبل او على بيهانس او اي منصه من المنصات دي، فلقيت نفسك بتنقل التصميم بالحرف كوبي بيست. صح، ده كان موضوع الحلقه بتاعت النهارده وهو الايديشن او التفكير. شكرا جزيلا واشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. استنى بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله الجميع بخير. انا اسمي احمد رمزي، بشتغل برودكت ديزاينر، ودي قناتي على اليوتيوب. في القناه دي بقدم محتوى يخص البرودكت ديزاين واليو اكس ديزاين واليو اكس ريسيرش. لو انت مهتم بالمجال ده اعمل سبسكرايب في القناه وفعل النوتيفيكيشن بيل او زرار التنبيهات عشان يوصلك اخر فيديوهاتي. بص يا صديقي، اللي انت فيه ده اسمه فخ البلاك كانفاس، والنهارده انا جاي اقول لك انه الايديشن او التفكير مش ان هو انت تقعد على فيجما ساعتين ثلاثه مستني الوحي ينزل عليك. لا، الايديشن ده سيستم كامل. تخيلها كده عباره عن ماشين بتدخل فيها المشاكل بتاعتك، والاوتبوتس بتاعتها او النواتج بتاعتها هي الحلول بتاعت المشاكل. يلا بينا النهارده في الحلقه دي نعرف الماشين او الماكينه دي بتشتغل ازاي. هقول لك على 4 اكسرسايزز او انشطه لو عملتهم هتسهل عليك مرحله الايديشن بكتير جدا، وبعدها هقول لك ازاي تفلتر الهيصه دي كلها وتختار انسب فكره للحاجه اللي انت شغال عليها. قبل بقى ما نبدا شخبطه ونشتغل لازم نفهم الاول هي ايه اسباب فشل المرحله دي اصلا. ليه بنقعد بالساعات مستنيين الافكار ان هي تجيلنا ومفيش افكار، وفي الاخر بنندب ان احنا بنروح ناخد فكره تانية من على بيهانس او من على دريبل او نشوف افكار مصممين تانيين ونروح ننقلها. في حاجه في علم النفس يا حضرات اسمها التحيز للافكار الاولى. مخنا بطبيعته ان هو كسلان، فطبيعي ان اول حل يجي في دماغك هو الحل البديهي او التقليدي او المتعارف عليه، او بمعنى اصح اللي انت بتشوفه دايما على دريبل وعلى بيهانس والكلام ده. قياسا على اليو اكس، اول فكره دايما بتيجي في دماغنا هي اضعف. احنا بنعمل مرحله الايديشن دي عشان نكسر الحاجز ده، او عشان نكسر حاجز الفكره الاولى او فشل الفكره الاولى او التحيز للفكره الاولى. الهدف هنا في المرحله دي هو الكميه او الكوانتيتي مش الجوده بتاعه الافكار. اعتبر كده ان احنا في مرحله صيادين السمك، بنرمي في البحر شبكه واسعه جدا عشان نجيب 100 سمكه او 100 فكره. ال100 سمكه اللي جولك دول في منهم سمك مش كويس، في منهم سمك مش هيتاكل، او اسقاطا ال100 فكره دول مش كلهم هيتاخدوا. احنا يا دوبك هناخد بس منهم 5 افكار، هم دول الافكار الذهبيه اللي احنا هنبدا نشتغل عليهم. طيب نبدا مع بعض اول تمرين وهو الهاو مايت وي، او بالعربي ازاي نقدر، وده بمثابه اللي بينقلك من مرحله الشكوى الى مرحله الحل. بدل ما تقول المستخدمين بيسيبوا الابلكيشن في صفحه الدفع مثلا، حولها لسؤال ازاي نقدر او هاو مايت وي، ازاي نقدر نخلي عمليه الدفع اسهل واسرع واكثر امانا. اذا صياغه السؤال هنا في الهاو مايت وي بتركز على الحل اكتر ما هي بتركز على المشكله. والسر هنا ان السؤال ده يفتح احتمالات كتيره جدا، مش بيحجمك في بوتونز او يو ايز او شاشات، هو بيخليك تفكر في القيمه او الفاليو اللي انت هتقدمها للمستخدم. السؤال الصح هو نص الحل نفسه، والهاو مايت وي هي اللي بتخليك تصوغ السؤال ده بطريقه تقربك اكتر للحل. التدريب او النشاط رقم 2 وهو الكريزي 8، الثمانية المجانين. ايوه، ال8 المجانين. انا ما بتكلمش على الاشخاص، بتكلم على الافكار. ركز. الاكسرسايز او النشاط ده بسيط جدا جدا جدا. هتجيب ورقه A4 مثلا، هتقسمها 8 مربعات وهتظبط تايمر على موبايلك او على ساعتك على 8 دقايق بالظبط. يبقى انت عندك 8 مربعات في 8 دقايق. المطلوب منك بكل بساطه في كل دقيقه تعدي ترسم فكره مجنونه او مختلفه في مربع من المربعات اللي عندك في الورقه. دقيقه واحده بس. ده معناه ان انت مش هتلحق تفكر ولا في يو اي ولا في الوان ولا في بوتونز ولا في جريد ولا في اي حاجه خالص. مفيش اي حاجه تكنيكال في المرحله دي نهائي. انت كانك بتجبر مخك انه يطلع العك اللي في دماغك ده على ورقه. احنا بنحط مخنا في اختبار حقيقي ان هو يطلع الافكار البديهيه اللي موجوده عنده دي. احنا بنقضي ساعات كتيره جدا بنبرن اب في الفيجما وبنضيع وقت كبير جدا جدا جدا، وبننسى ان احنا عندنا افكار كتيره جدا في دماغنا وبنحرق في فكره واحده بس ساعات كتير. بدل ما نعمل كده الكريزي 8 بتقربنا اكتر لان احنا نسرد كل الحلول عشان ما نبقاش نستك على فكره واحده ونضيع وقت كتير فيها. 8 مربعات في 8 دقائق، وغالبا
المربعات الاخيره اللي اترسم فيها اخر افكار هي دي اللي فيها الحل اللي انت غالبا هتتمسك بيه. التمرين رقم 3 وهو الورست possible idea او بالعربي اسوأ فكره ممكنه. الغرض من التمرين ده هو الهروب من المثاليه، وده بنعمله في حاله لو قفلت معانا خالص ومش لاقيين افكار. وهنا بنسال نفسنا سؤال مهم جدا، يا ترى ايه اسوأ تصميم ممكن نعمله للمستخدم يخلي حياته جحيم؟ ايوه زي ما بقول لك كده، جحيم سواد. ليه بنعمل كده؟ عشان اطلع بره الزون بتاعت انا لازم اطلع فكره عبقريه. فهنا مخك بيعمل ريلاكسيشن، بيطلع بره الزون اللي هو فيها زون البرفكشن. وغالبا الحل اللي انت بتطلع بيه من الاكسرسايز ده هو الحل العكس تماما من اللي انت تخيلته، او السيناريو السيء جدا جدا اللي انت حطيته لنفسك في الاول. انت كانك عملت كونتراست او تباين جوه مخك ما بين اسوأ فكره، وان انت اديت دافع لمخك ان هو يطلع فكره بعيده عن كده. مخك بقى عنده تباين ما بين حاجتين، ما بين فكره سيئه جدا جدا هتعمل جحيم للمستخدم، وفكره عكسها تماما هي دي اللي هتريح المستخدم وهتحل المشكله بتاعته. فتاني التمرين ده بيكسر الستريس بتاع انا لازم اكون كرييتيف او لازم اكون مبدع، بيعمل ريلاكسيشن كده للمخ عشان خاطر يطلع بره الزون اللي هو فيه. التمرين رقم 4 عندي وهو الستوري بوردنج او رسم القصه المصوره. انا عايزك تسيبك من الموبايل خالص، سيبك من الموبايل، سيبك من الويب سكرين، سيبك من اي سكرين اصلا، وابدا ارسم 3 أو 4 كروت زي اللي بتشوفهم كده في الكوميكس ومجلات ميكي والحاجات دي كلها. احكي لنا كده قصه المستخدم وهو بيستخدم الحل بتاعك اللي انت تخيلته. اشرح لنا ازاي هيستعمل السولوشن او الحل ده في حياته الطبيعيه اليوميه، في الظروف اللي هو عايش فيها. كان فين وكان بيعمل ايه وكان حاسس بايه بالظبط، وايه اللي خلاه يفتح الموبايل ابلكيشن اصلا في الوقت ده. التمرين ده بيحطك جوه الكونتكست اللي اليوزر قاعد فيه بالظبط، نفس الظرف اللي اليوزر بيعيشه انت كمان هتعيشه. ده بيقربك اكتر للفيلينجز او المشاعر اللي عند اليوزر وهو بيستعمل الابلكيشن بتاعك، وبيقربك اكتر لليوز كيس. يا ترى هو فتح الابلكيشن دلوقتي، ايه التاسك اللي هو داخل يحققها عندك في الموبايل ابلكيشن. وما ننساش ان احنا في الاول في الاخر بنصمم لبشر، وبنصمم لمختلف اليوز كيسز بتاعت البشر دي. ممكن يبقى فاتح الابلكيشن بتاعك وهو في الشارع، ممكن يبقى فاتح الابلكيشن بتاعك وهو في البيت. دي يوز كيس ودي يوز كيس تانية خالص، ده ظرف وده ظرف، وهنا في عوامل مؤثرة وهنا في عوامل مؤثرة. احنا النهارده بنديزاين عشان خاطر نخدم جميع اليوز كيسز وجميع الظروف والاحوال اللي اليوزر بيعيش فيها، مش وهو قاعد وريلاكس في البيت وبس. لا، ممكن يبقى في الشمس وفي الحر، ممكن يبقى في البرد ولابس جاكيت ومش قادر ان هو يوصل لشيء معين في السكرين وبيواجه صعوبة مثلا بسبب اجواء قاسية مثلا في البرد. فالاكسرسايز ده بيقربنا اكتر للظروف اللي اليوزر عايش فيها عشان نعمل اختبار حقيقي للاستخدام بتاع الفكرة دي. ودلوقتي بعد ما خلصنا الاربع انشطة او الاربع اكسرسايزز، بقى عندنا ورقة متشخبطة وفيها افكار كتير، او حتى عندنا فيك جام بورد او ميرو بورد او ايا كان التول اللي انت بتستعملها مليانة افكار ومليانة زحمة كتير. يا ترى اختار انهي فكرة؟ عندي افكار كتير، عندي بحر افكار، عندي 50 فكرة، عندي 20 فكرة، اختار دي ولا دي ولا دي بناء على ايه؟ القاعدة رقم 1، اوعى تختار الفكرة اللي انت حاسس شكلها هيبقى كويس. احنا زي ما اتفقنا قبل كده بنرجع للريسيرش، بنرجع للديتا، وبنرجع للبرسونا، وبنرجع لليوزر جيرني ماب اللي احنا رسمناها، وبنرجع للبين بوينتس او نقاط الالام اللي احنا شرحناها قبل كده. اكتر فكرة بتعالج البين بوينتس او بتعالج نقاط الالام للمستخدم هي دي اللي هتكون مرشحه بالنسبه لنا رقم 1. وهنا بنستخدم ميزان حلو قوي انا شخصيا بحب استخدمه، وهو الامباكت فيرسس الايفورت، يعني التاثير مقابل الجهد. طيب تاثير ايه بالظبط؟ تاثير الحل ده على المشاكل اللي عندي او المشكله اللي عندي، هل هو تاثير قوي ولا متوسط ولا تاثير ضعيف؟ طيب الايفورت او الجهد، جهد الايه بالظبط؟ جهد الديفلوبمنت او تطوير الفكره دي. في افكار هتاخد مجهود عالي جدا، في افكار هتاخد مجهود وسط، في افكار هتاخد مجهود قليل. وغالبا لو انت شغال في اجايل انفايرمنت او في سكرام تيم يعني، فهيكون معاك برودكت مانجر هو اللي هيساعدك في خطوه زي كده، وبالشغل مع بعض سايد باي سايد هتقدروا ان انتوا توصلوا للبرايورتايزيشن او ضبط الاولويات بالنسبه للافكار اللي عندكم. ممكن النهارده يبقى عندك اكتر من فكره، عندك فكرتين 3 افكار، كل فكره منهم بتمس منطقه معينه في الابلكيشن بتاعك، او يعني عندك افكار كتيره بتحل اكتر من مشكله، وكل فكره ليها امباكت وليها ايفورت
سبورت، فبتقعد مع البرودكت مانجر وبتظبطوا انتوا مع بعض القصه دي. وطبعا هنا بيكون في ميتنجز كتيره جدا مع الديفلوبرز والانجينيرنج مانجرز عشان تبداوا ان انتوا تشوفوا التكنيكال فيسابيليتي او مدى تطبيق الافكار اللي انت طلعت بيها في التصميم. طبعا احنا كل ده لسه ما عملناش فاينل يو ايز، ما عملناش بولش يو ايز، ما رسمناش حاجه على فيجما. ممكن يبقى عندك رف سكتشز، حاجات مرسومه، سكتشات بسيطه جدا. يبقى احنا كان عندنا لستة مشاكل وعندنا لستة حلول. بدأنا ان احنا نصنف الحلول دي بناء على تأثيرها وبناء على قابلية تنفيذها من المطورين الموجودين معانا. وطبعا اكتر فكره بتكسب هي الاسهل في الامبلمنتيشن او التنفيذ، والاعلى في الفاليو او الاعلى في الامباكت او الاثر اللي هي بتقدمه لليوزر او مدى حلها لمشاكل اليوزر. في النهايه يا صديقي احب اقول لك ان الايديشن مش شطاره وبس، لا، الايديشن استمراريه. ده كان موضوع الحلقه بتاعت النهارده، هو مقدمه لعالم الايديشن. اتكلمنا النهارده عن 4 من اهم الانشطه اللي بتستعمل في الايديشن فيز في الديزاين ثينكينج بروسيس او في مراحل التفكير التصميمي. اتكلمنا عن الهاو مايت وي وازاي ان صيغه السؤال نفسها بيكون فيها الحل نفسه. اتكلمنا عن الكريزي 8 او ال8 افكار اللي بنحطهم في 8 دقائق عشان خاطر ان احنا نطلع ونسرد كل الافكار اللي في مخنا بدون ما نعمل بلوكرز لمخنا وندخله في عقده الكرياتيفيتي او عقده الافكار الصعبه. اتكلمنا عن الورست بوسيبل ايديا او اسوأ فكره ممكنه، بحيث ان هو يفكر في حاجات جديده وسريعه وبعيده كليا عن الافكار السيئه اللي احنا حطينا لها تخيل مخنا. اتكلمنا عن الستوري بوردنج اخيرا، وهو رسم القصص المصوره وان احنا نحط نفسنا مكان اليوزر في الانفايرمنت او البيئه اللي هو عايش فيها وبيستعمل فيها الابلكيشن بتاعه. شكرا جدا جدا لو تابعتني لحد دلوقتي. لو عجبتك الحلقه واستفدت منها رجاء تعمل لايك للحلقه دي وتعمل اشتراك في القناه وتابعني اول باول. ان شاء الله بنزل حلقات جديده. اشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. مع السلامه.